برشا عروض اللاعبين المنتخب في الميركاتو الشتوي. اليوم باش نشوفوا المفاوضات الاسبوع على ملاعبية المنتخب. من غير ما نطولوا عليكم الفيديو خلينا نبدو مع الجوار الاول. اول جوار معانا واللي هو انيس السعيدي. بعد ما حكينا عليه في فيديو سابق قلنا اجاكس الهولندي والبايرن حاجتهم بخدماته، لكن ناديه سان دييغو ما حبش يسيبه كسبيل الاعاره، لكن نادي لونس الفرنسي قدم له عرض بقيمه 300 الف دولار. انيس السعيدي مازال حتى لتوا يترينا تحت النادي الامريكي، اما طلعوه يتدرب مع ليكيب الاولى. الجوار اللي بعده واللي هو حزم المستوري، جوار تحت مفاوضات الحزم السعودي بعد تألقه الكبير ضد البرازيل والبونتو الكبير اللي ماركاه. جليل القادري مدرب الحزم يتبع في حزم المستوري. الجوار اللي بعده هو صلاح الدين قائد النجم الساحلي، حاليا في 3 عروض من 3 أندية مختلفة. الفريق الأول هو فريق بولندي، والنادي الثاني هو نادي تركي، والنادي الثاني هو نادي جينك البلجيكي. عقد اللاعب يوفى في أول 2026. اللاعب الرابع هو لاعب سي هاشم بكار. بعد تألقه الكبير في البطولة فما زوز أندية أوروبية يتبعوا في اللاعب. هشام بكار يلعب كظهير ايسر في النادي الصفاقسي، حاليا لعب 14 مباراة في البطولة مسجل منهم 6 اهداف، وهو حاليا الهداف الثالث في البطولة. وهكا نكون وصلنا لاخر المقطع، ما تنسيوش اللايك والابوني، واستنونا غدوة ان شاء الله باش نهبطوا ليكم فيديو على ميركاتو التراجي الرياضي التونسي. فما 4 جواريات قادمين للتراجي وزاد عروض الجواريات التراجي، ويلا نخليكم.